الفلتر الخمس مراحل افضل واكوس من الفلتر السبع مراحل؟ وليش الفلتر السبع مراحل افضل واحسن من الفلتر الخمس مراحل؟ خلينا نشوف بكل التفاصيل. اول شغله، بس البيع قال لك هذا الفلتر عدد مراحله هذا العدد وسعره هذا السعر، وهذا الفلتر عدد مراحله اقل فسعره اقل، لا تشتري منه، لان هذا بيتبع معك خطه تسويقيه. مو تسويقا لنا، ولكن نحن بالنسبه لنا ما بندفع زياده او ما بنطلب زياده من الزبون على المراحل الا اذا كانت مرحله تعقيم اليوفي. اما ما تبقى مراحل الاملاح الملونه والبحص، هي كل المراحل ما بناخذ عليها زياده. السبب انت ياخذ اليوم كسبان من الجهاز فرق دولارين وثلاثه واربعه، تاخذ من الزبون عليها 50 و20 و25 دولار. هذا الشيء بعتبره غير منطقي، وتسويقيا يفضل لو تبيع الجهاز عدد مراحل نفس الشيء. طب مين الناس اللي بتفضل 5 مراحل افضل من 7 مراحل؟ اللي عنده مشكله بعدد المراحل. اول شغله اللي بده نسبه الاملاح تكون منخفضه اكثر. ثاني شغله اللي بيخشى من موضوع السعر، بيقول لك انا بدي يصير عندي صيانه راح ابدل ل7 مراحل، هون راح ابدل ل5 مراحل، فال5 مراحل اوفر لي. ومين الاحسن لما بيشتري ال7 مراحل؟ لما بده املاح معدنيه وما بده تكون مياه شبه مقطره ومعدومه الاملاح، مثل اذا كانت الجهاز 7 مراحل، فالافضل له ياخذ جهاز فيه املاح معدنيه، بغض النظر اذا كانت الاملاح المعدنيه لونها زرقاء ولا حمراء ولا خضراء ولا صفراء، ولا كانت رباعيه ولا سداسيه ولا ثمانيه. المهم انه انت تاخذ اسطوانه املاح. فاذا كان جهاز 6 مراحل او 7 مراحل او 8 او 5، ما لازم يختلف سعره كثير، ولازم بنفس الوقت نركز على الميزات والمواد التصنيع المصنع منها الجهاز اللي هي بتغير سعر الجهاز. تابعوني بالفيديوهات، واي سؤال عندكم اكتبوا لي بالتعليقات.